لو مطعم عنده 4 فروع هل هيكون في اختلاف بين الفروع دي؟ هنعمل مقارنه بين فروع مطعم على الفحم اللي عنده 4 فروع في اسماعيليه وهم فرع نادي القضاه، فرع الجامعه القديمه، فرع كارفور، فرع مجمع السباحه بتاع الهيئه، وهنشوف ال4 فروع دول هيبقوا رايق ولا هنتضايق. يلا انا طبعا كمنصور مش هفرق بين الطعم والسعر، بس هنوزن كل سندوتش هيشوف هيطلع كام جرام، هل هي فعلا نفس الريسبي بتاعت المطاعم ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. السندوتشات دي كلها كانت ب 60 جنيه وبيطلع معاها سلطه وطحينه. اول واحد كان فرع كارفور. شكل السندوتش للاسف العيش بايت شويه. بص بسم الله. كارفور 82 جرام، سندوتش كله 186 جرام. الجامعه القديمه في اختلافات يا باشا هنا. بسم الله. ده كام؟ يا نهار ابيض 225 دي. الكفته 80 جرام. فرع نادي القضاه السندوتش كان 182 جرام، اللحمه 75 جرام. ده اقل واحد فرع نادي القضاه، خليكم فاكرين معايا عشان انا بنسى اصلا. اخر واحد فرع مجمع الهيئه. بص الشكل ده، سندوتش هنا كبير شويه. بسم الله 191 جرام. دي 63 جرام. اوف دي اصغر حته لحمه على فكره. يبقى اصغر حته لحمه هنا بتاع مجمع الهيئه، لكن اكبر حد لغايه الان هو الجامعه القديمه، لغايه دلوقتي هو رقم 1. تعالى بقى للاكل على طول. مجمع الهيئه نمره 6، كارفور نادي القضاه. حاول اعمل الفرق بين الكفته بس ناشفه شويه، في احسن منها بكتير. تعالى اللي بعده، ده بتاع الجامعه القديمه. بص هنا في طراني ازاي. بسم الله. هو مفيش اختلاف في الطعم بس في اختلاف في سمك الكفته. فرع كارفور ناشف برضه، الكفته ناشفه. هم ال4 سندوتشات حرفيا واحد، مرات بسيطه جدا، لكن اكتر فرعين صراحه عجبوني فرع نمره 6 وده عشان الحجم. كان فرع نادي القضاه اللحمه قليله. لو عجبتكم الفكره بقى ما انتوا تصلوا على النبي واكتبوا لي اي افكار ثانيه اعملها لكم. استنوني في حلقات جديده وانتوا تصلوا على النبي. سلام.